ازاي اضعف صياد في البشرية تحول لحاكم بتركع له الوحوش؟ بوعدك هتعيش الموسم الاول كله دلوقتي في فيلم سينمائي واحد هيحبس انفاسك من رعب المعبد المزدوج لحد لحظة القيام التاريخية. اربط الحزام لان قصتنا بتبدأ دلوقتي. من 3 سنين فاتوا اسطول سفن حربية محوط جزيرة جيجو، بس الاسلحة العادية هنا ملهاش اي 30 لازمة يا صاحبي. المعركة دي بتاعت الصيادين وبس، وفريق الصيادين بيواجه نمل احمر عملاق طالع من الغابة، والموضوع كان هيقلب بمجزرة للصيادين الضعفاء لحد ما يظهر 3 ابطال من الرتبة اس بيكون مين وجيو وبايك. دخلوا المعركة زي الوحوش وفرموا النمل. وفي حتة تانية بنشوف تشو وهو بيضرب نار من المدينة وبيدي اشارة من نقابة الصيادين تتقدم وتخلص الليلة. نرجع بقى بالزمن 10 سنين لورا. بوابات غريبة ربطت عالمنا ببعد تاني فتحت فجأة وطلع منها وحوش سحرية مرعبة، بس في المقابل في بشر جالهم قدرات سحرية عشان يصدوا الخطر ده. اتعرفوا باسم الصيادين، متقسمين من اعلى حاجة اس لحد اقل حاجة ايه، وقدراتهم دي ثابتة ما بتزيدش ابدا، يعني اللي بيتولد ضعيف بيفضل ضعيف لحد ما يموت. وهنا بقى نتعرف على بطلنا العظيم سونج، اضعف صياد في تاريخ البشرية. وسونج جين وو ده رتبة ايه. لما الصيادين بيشوفوه في اي مهمة بيفرحوا علشان عارفين ان المهمة دي هتبقى سهلة وما فيهاش خطر طالما هو معاهم. بيقابل صاحبته جوهي اللي دايما بتشيل بلاوي وتعالجه، وبيقول لها بكل برود انا متعود على كده. وبعدين يجمعهم قائد الفريق سونج يدخلوا بوابة الدنجن، وجين هو بيدخل بسكينة رخيصة مفيش حيلته غيرها. في نفس الوقت رئيس جمعية الصيادين الكورية جو بيشرح للمساعدين أهمية الدنجن، وإن أحجار الجوهر اللي بتطلع من الوحوش دي كنز بتعمل أسلحة، والحكومة بتستغلها كطاقة نظيفة وبديل للطاقة العادية. نرجع لجين وو اللي لقى أول حجر جوهر ليه وكان هيطير من الفرحة، بس الفرحة ما اكتملتش وينط عليها عفريت معاه ساطور. جين وو بيجي يضربه السكينة بتتكسر وياخد طعنة في بطنه تخليه يفرش في الأرض. لحسن الحظ واحد من فريقه أنقذه وجون هي عالجته، والفريق غلب زعيم الدنجن اللي كان مستذئب وبدأوا يلموا الغنايم. وفجأة واحد من الفريق يكتشف حاجة غريبة، مدخل كهف سري جوه الدنجن ده، يعني دنجن مزدوج، وبدأوا يعملوا تصويت هيخشوا ولا لا، والأصوات تتعادل. ويجي الدور على جين وو اللي أبوه مختفي وأمه في المستشفى وأخته محتاجة مصاريف الكلية، فبالتالي كان لازم يوافق طمعا في الفلوس ويحسم التصويت ويقول هندخل. نقطع المشهد لحظة نشوف يوجين داخل نقابة الصيادين، وفي مكان تاني في المدينة حرامية بيسرقوا شنطة واحدة. تظهر الصيادة من الرتبة اس تشاي هاي تنط في الهواء وتجيب الشنطة وتطير حرامية في ثانية وتختفي زي النينجا من غير شوشرة. ونرجع لفريقنا اللي مش 40 دقيقة في كهف ضلمة. جين وو بيعتذر لجوهي علشان هو السبب في الدخلة دي، وهي بتزعله علشان دايما مبهدل نفسه، بس بتصالحه وتقول له هبقى اعزمك على اكلك اعتذار. يوصلوا في النهاية الباب عملاق ويقرروا يفتحوه. في اللحظة دي بالذات بنسمع نصيحة رئيس الجمعية للصيادين الجداد، ارجوكم خافوا. الباب بيفتح على اوضة ضخمة بتنور بنار زرقاء، مفيش وحوش بس المكان مليان تماثيل مرعبة وماسكة اسلحة والات موسيقية، وفي النص تمثال ضخم جدا. جوي بتهمس لجينو برعب، التمثال الكبير ده بصلنا. جينو بيحاول يطمنها وان بيتهيأ لها، بس فجأة الباب بيترزع ويتقفل لوحده. واحد من الصيادين بيجري مرعوب علشان يفتحه، وفي ثانية واحد من التماثيل الحراس بيقطعوا نصين بسلاحه ويرجع يقف مكانه كأن مفيش حاجة حصلت. الصدمة شلتهم كلهم. جينو بيبص للتمثال الضخم اللي بيبدأ يلف في عينه ويبص لهم. جينو بخبرته في النجاة من الموت فهم اللي هيحصل، بيصرخ بأعلى صوته للكل انزلوا على الأرض. ومن عين التمثال الضخم بيخرج شعاع ليزر جبار بيحول أي حد واقف لرماد في ثانية. جينو بيلحق يوقع جونوي وينقذها، بس بيكتشفوا انهم وقعوا في فخ الموت والهلاك بقى محوطهم من كل حتة. الكل متسمر مكانه من الرعب. 2 من زمايلهم ماتوا في لمح البصر، وتشي بيزعق للكل محدش يتحرك عشان التماثيل ما يهجموش تاني. جينو بيحاول يفوق جوهي اللي مرعوبة من اللي شافته، وهنا بقى الصدمة الأكبر. جينو بيبص لتشي بيلاقي خسر دراعه، بيلف له جرحه بسرعة، وتشي بيقول له ان التمثال ده مستحيل يكون اقل من الرتبة ايه او اس، لان ضربته بتموت في ثانية. وبيفكرهم بالوصايا اللي مكتوبة على الحيطة، اولا احترموا الحاكم، ثانيا مجدوا الحاكم، ثالثا اثبت ولائك. وهنا جينو بيستوعب المصيبة، الحاكم
الحاكم ده هو التمثال الضخم ده، وبنفهم ان الصيادين دول المفروض اقوى ناس علشان بيواجهوا الموت جوه البوابات دي كل يوم. وفي نفس الوقت ده نروح لمدرسة اخت جينو الصغيرة. صاحبتها هم بتسألها على اخوها، فبتقول لها ببساطة انه يا دوب رتبة ايه ودايما متكسر ومتبهدل. وهان بترمي افيه انها لو بقت صيادة تخلي الرتبة دي ليها هبة وشأن. ونرجع بقى للدنجن وجوه الموت. واحد من الصيادين اسمه جو لسه ماضي عقد مع نقابة كبيرة ومش مستعد يموت هنا، بيقرر ياخدها جري لحد الباب وبيقول السرعة دي لعبتي. وما اكدبش عليك يا صاحبي، هو فعلا كان سريع، بس شعاع الليزر بتاع التمثال كان اسرع، مسحه من الوجود وما تبقاش منه غير رجليه بس. والكل بدأ يصرخ. جينو بيشغل جمجمته وبيفتكر اول وصية يحترموا الحاكم. بيقف فالتمثال بيبص له، ينزل على ركبه التمثال يوقف، بيزعق في الباقي اركعوا للتمثال بسرعة. ولما الكل ركع التمثال العملاق رسم على وشه ابتسامة مرعبة، وبارك بيقف بيلاقي التمثال ما اتحركش، فالكل بيقفوا فاكرين ان الليلة خلصت. بس فجأة التمثال بيبدأ يمشي ناحيتهم. الوصية التانية مجد الحاكم. فواحد طالب علم لاهوت قرر يدعي له ويقول ترانيم، بس للأسف الترانيم ما كانتش على مقاس التمثال، فداس عليه فعصه زي النملة. وبنت تانية من الرعب اتسمرت مكانها وبقت الضحية اللي بعدها. الكل بيجري في كل حتة، وبوم بيجري يستخبى ورا حيطة فيها تمثال ماسك سيف. سانجي بيحذره بس متأخر. التمثال ده بينزل عليه بالسيف يقسمه نصين. جينو هنا بيلقطها. التمجيد يعني ترانيم ومزيكا، والمزيكا هنا هتيجي من التماثيل. بيصرخوا الكل يجروا يقفوا تحت التماثيل اللي ماسكه آلات موسيقية بدل الأسلحة. شي بيقف تحت تمثال بوق فبيشتغل، وسانجي بيعيط تحت كمانجة بتعزف. جينو بيسحب جوهي لتمثال طبلة، وبيكتشف الكارثة كل تمثال بيكفي شخص واحد بس. جينو بياخدها زحفه ويجري. رجل التمثال الضخم كانت هتكرسه. بيتدحرج لتمثال ماسك درع فبينزل يضربه بيه. بيزحف وهو بيموت لحد تمثال بيغني، واخيرا بيشتغل والتمثال الضخم بيرجع لمكانه على العرش وبترجع ملامحه زي الاول. جوهي بتجري على جينو وتطمن عليه، وبتكتشف الصدمة جينو خسر رجله. بتحاول تعالجه باي طريقة وهي ما عندهاش طاقة سحرية اصلا. سانجي بيلوم تشي على اللي ماتوا، وتشي بيعترف بغلطه بحزن. فجأة الارض بتتهز وبيظهر مسبح حجري في النص. جينو بيفهم ان دي الوصية التالتة، اثبت ولائك، يعني لازم تضحية. شي بيدخل الدايرة فبتنور شعلة. جينو بيطلب من اتنين يسندوه وبيدخل المسبح فبتنور 3 شعلات كمان. وفي لقطة سريعة بنلمح اخت جينو وبتزور امها اللي في غيبوبة في المستشفى. نرجع للدنجن، الكل متجمع جوه الدايرة على المسبح. بتظهر شعلات زرقاء حوالين الشعلات القديمة، والباب اخيرا بيتفتح، بس التماثيل العادية كلها بتبدأ تتحرك وتقرب منهم. جينو بيستوعب اللعبة بسرعة. طول ما بتبص للتمثال ما بيتحركش زي لعبة عسكر وحرامية بتاعت زمان، وبيفهم ان الشعلات الزرقاء دي مجرد تايمر شغال. بيزعق لكل ما حدش يخرج بره الدايرة لان الباب ده فخ ومحتاجين يغطوا النقط العامية، بس الخوف بيعمل كل. الاتنين اللي سندوه بيجروا بره الدايرة هما مرعوبين، وسانجي بيعيط ويقول انا اسف عيلتي مستنيانه ويهرب هو كمان. ما بقاش فاضل غير جينو وتشي وجوهي. جوهي منهارة وطاقتها خلصت ورجليها مش شايلاها. جينو بياخد القرار الصعب، بيطلب من تشي ياخدها ويهرب لانه كده كده مش هيقدر يمشي، وبيديها حجر الجوهر بتاع الدنجن علشان تاكل بيه الاكله اللي وعدها يعزمها عليها. هي بتعيط وبتقول له انت ازاي بتهزر في وقت زي ده. شي بيضربها على رقبتها بيخليها تفقد الوعي، وبيعتذر لجينو انه ما عندوش وقت للوداع، وبيشيلها وبيجري بره الباب. جينو دلوقتي لوحده تماما بيواجه الموت، وبيسحب السيف اللي سانجي سابه، وبيفكر بحسرة في رغبة انه كان نفسه يبقى زيهم. تماثيل بتهجم عليه من كل حتة، بيتقطع بيتشوه وصرخاته بتهز الدنجن. تماثيل بترفع جينو وبترميه على المسبح كأنه القربان غرقان في دمه، وشايف تمثال بيرفع سيف علشان ينهي حياته بضربة أخيرة. وفي اللحظة اللي السيف بينزل فيها عليه آخر شعلة زرقاء بتطفي، وبتظهر شاشة زرقاء نظام غريب بتنور قدام عينه بتقول له هل تقبل أن تصبح لاعب؟ قلبك سيتوقف كمان 2 جزء من الثانية لو رفضت. جينو من غير تفكير بيقول ايوه. الكل كان فاكره مات، بس اللي هيحصل دلوقتي هيخليك تشك في كل اللي شفته. جينو بيفتح عينه فجأة بيلاقي نفسه نايم في سرير المستشفى، مش بس عايش، ده سليم وزي الفل، وحتى رجله اللي اتقطعت رجعت مكانها كأن مفيش حاجة حصلت. بيقنع نفسه ان كل الرعب والدم اللي شافه ده كان مجرد كابوس، بس فجأة بيقطعوا دخول 2 عليه، جين شول وكانج مفتشين من جمعية الصيادين، وبيصدموه وبيقولوا له انه كان غايب عن الوعي بقاله 3
3 ايام. والمفاجأة الاكبر انهم لما لقوه ما كانش فيه اي اثر لتماثيل ولا الجثث اللي زمايله قالوا عليها. جينشول بيبدأ يحقق معاه ويسأله هل حصل لك اعادة استيقاظ؟ يعني رتبته ممكن تكون نطت من ايه لايه او حتى اس. جينو قلبه بيرفرف من الفرحة وبيمسك جهاز قياس المنع علشان يشوف رتبته الجديدة، بس الحلو ما بيكملش يا صاحبي، النتيجة بتطلع 10 بس، رقم مضحك اقل حتى من الرتبة العادية اللي بتبدأ من 70. كانج بيبص له بقرف وهو ماشي وبيقول ده حرفيا مجرد مواطن مدني. جينو بيحبط بس بيفضل يسأل نفسه امال ايه شاشات النظام اللي مكتوبة في الهوا اللي انا شايفها ديت وهم مش شايفينها، وبيفتكر اللحظة اللي وافق فيها على شروط النظام جوه المعبد عشان قلبه ما يوقفش. وبتدخل اخته جينا المستشفى وهي مفزوعة عليه وبتبدأ تديله الدش التمام، بتهدده انها تسيب دراستها وتشتغل هي علشان هو يبطل شغلانة الموت ديت. جينو بيحس بالذنب لانه كان هيسيبها لوحدها ويضحي بنفسه، وبيحاول يختبرها يشوفها شايفة الشاشات دي ولا لا، وبيبدأ يلمح لها عن شاشات النظام اللي جوه اللعبة. جينا بتبص له باستغراب وتفكره لسه مهلوس، وتخرج تقابل صاحبتها هان سونج. جينو بيبقى لوحده وبيبدأ يقرأ رسائل النظام الزرقاء الغريبة، رسائل بتقول ان النظام هيساعده يتطور كلاعب، ولو منفذش الاوامر في عقاب. تنزل مهمة يومية اسمها تدريب القوة، 100 ضغط، 100 بطن، 100 سكوات، وجري 10 كيلو. جينو بيقفل الشاشة ويقول تدريب ايه وبتاع ايه، انا لسه طالع من الموت، ويرجع ينام ولا كأن في حاجة. في الوقت ده جينشول بيكلم رئيس الجمعية جو بيبلغه ان مفيش اعادة استيقاظ، وبيقرروا يحطوا اللي حصل في المعبد تحت بند حالة خاصة. وفي نفس الوقت في نقابة الصيادين شو بيكلف الصيادة شاي هاي بغالة رتبة بيه علشان تختبر اعضاء الجدد. وفي حتة تانية خالص تظهر بوابة سحرية فجأة في نص شارع زحمة، والناس بتبدأ تتذمر وتشتكي من عطلة المرور. نرجع لجينو اللي نايم في العسل، وفجأة الارض بتترج بيه، بيفتح عينه بيلاقي نفسه اتنقل لصحراء مرعبة. النظام بيبعت له رسالة انت في منطقة العقاب، مطلوب منك تنجو لمدة 4 ساعات. فجأة بيطلع له دودانة عملاقة بتبدأ تطارده وتنهش فيه. الممرضات بيدخلوا اوضته ما بيلاقوهوش وبيقلبوا عليه المستشفى، وبعد 4 ساعات من الجري والنهجان والموت بيلاقوا واقع على الارض في المستشفى وفاقد الوعي. تاني يوم الصبح جينو ما بيضيعش وقت، بيلمس الترنج بتاعه وبيبدأ ينفذ المهمة اليومية بالحرف. في الوقت ده جوهيلي لسه مصدومة من حادثة المعبد وترفض تشارك في اي غارة، وتروح تزور جينو. تتصدم لما تلاقيه بيجري بره المستشفى زي الحصان. جينو بيكمل مهامه وبيفهم ان التمارين دي بتديله نقاط مهارة، وبيقرر يحط كل نقاطه في القوة، وبيستلم مكافأة خاصة من النظام، مفتاح غامض لدنجن في محطة مترو. قبل ما يروح المحطة الأخبار بتزين إن نقابة الصيادين هي اللي هتدخل البوابة اللي ظهرت في الشارع. جينو بيروح يزور والدته اللي في الغيبوبة بسبب مرض النوم الأبدي، وبيفتكر أيامه المرة لما كان بيتهان من الصيادين ويقولوا له خليك في ركن وما تاخدش من الغنايم علشان أنت ضعيف. جينو بيشحن طاقته وتصميمه وبياخد المفتاح ويروح لمحطة المترو، بيحط المفتاح في الباب. أول ما بيدخل العالم كله بيتغير، بيكتشف إنه محبوس في بعد تاني ومفيش أي طريق للرجوع. بيمشي في الطريق الضلمة المهجورة، فجأة بيطلع له شوية جوبلين. جينو بيتسمر مكانه من الخوف علشان مفيش معالج في ظهره المرة دي، وبياخد نفسه بالعافية. بس الصدمة الحقيقية لما بيظهر وراه ذئب من ذئاب الريكان بأنياف ولزية، وبيهجم عليه بسرعة الصاروخ. جينو واقف قدام الذئب المرعب والخنجر بتاعه مكسور، مفيش أمل. بس فجأة الذئب بيهجم وجينو بيتفاداه بمنتهى السهولة. بيكتشف إن سرعته ورشاقته زادوا بشكل مرعب، بياخد قرار شجاع وبيضرب الذئب بوكس. والمفاجأة إن الذئب بيطير ويخبط في الحيطة، بس برضه البوكس مش كفاية علشان يخلص على الوحش. فبيشغل دماغه وبيفتح مساحة التخزين اللي النظام مديها له، بيسحب منها السيف بتاع سانج اللي خده من المعبد الملعون، وبيدي الذئب ضربة بتخلصه. فالذئب التاني بيخاف وياخد ديله في اسنانه ويهرب. جينو بيبدأ يفهم اللعبة صح، بيلاقي ان الوحوش هنا ما بتوقعش احجار كريمة، دي بتوقع ادوات يقدر يبيعها جوه النظام. بيطلع له قطيع كامل من ذئاب الريكان، بس جينو المرة دي مش خايف، بيدخل يفرمهم كلهم، وبيستلم اداة مهمة جدا اسمها حجر الانتقال ولقب جديد اسمه قاتل الذئاب. وفي نفس الوقت ده بره الدنجن جوهي بيجيلها مكالمة طوارئ من الجمعية علشان في كسر في البوابة، ولانها حاسة بالذنب انها بترفض الشغل بتوافق كمعالجة رغم رعبها. نرجع لجينو اللي نازل سلالم الدنجن
هو بيتعلم تفاصيل النظام، بيفهم ان لون اسم الوحش بيحدد قوته مقارنة بيه. الابيض يعني ضعيف، البرتقالي يعني في نفس مستواه، والاحمر يعني خطر ومستواه اعلى. بينزل لمكان زي المجاري الضخمة، الهدوء بيسبق العاصفة، وفجأة بيسمع صوت مية بتندفع ناحيته، بياخد خبطة طياره في الحيطة، ولما بيقوم بيلاقي نفسه قدام زعيم الدنجن، تعبان عملاق اسمه كاسكا ذو الانياب السامة الزرقاء. جنو بيحاول يضربه بالسيف، بس حراشف الثعبان عاملة زي الدروع ما تتخدش. الثعبان بيضربه بديله يرميه في المية، وبيرمي عليه عربية قطر بحالها. جنو بيتفاداها بالعافية، وبيفتكر كلام شي لما قال له ان الناس مسميه اضعف صياد في البشرية. هنا جنو بيجيب اخره، بيرمي السيف المكسور اللي ملوش لازمة، وبيقرر يستعمل قوته الجسدية اللي لسه زايدة. بيقفز على رقبة الثعبان العملاق وهو غرقان في دمه، وبيمسك حراشفه ويعصرها بايده العارية بكل قوته. الثعبان بيفرفر، بس جينو ما بيرحمش لحد ما بيخنقه ويقضي عليه تماما، وبيستلم مكافأة زعيم الدنجن خنجر سم كاسكا. وفجأة جثة الثعبان بتختفي، والدنجن كله بيرجع لشكله الطبيعي كمحطة مترو عادية. جينو طلع من المحطة، بيقابله عسكري بيزعله ايه اللي جابك هنا، بس لما بيعرف انه صياد بيخرجه بسرعة. العسكري بيقول له انه في وحش هرب من بوابة بره، وجينو بحواسه الجديدة كان حاسس بمكانه اصلا. بره المحطة في وحش عملاق اسمه جولم حجري مبهدل فريق من الصيادين رتبة ايه ودي، وجوهي معاهم مرعوبة ومش قادرة تركز في العلاج. جينو بيبص للوحش ويقيمه، بيكتشف ان يا دوب رتبة دي يعني اضعف من الثعبان اللي لسه عصره جوه. بيمسك سيف سنجل مكسور وبيرميه زي الصاروخ من بعيد، السيف بيخترق دروع الجولم ويدمره، والصيادين بيكملوا عليه وهم مش مصدقين ايه اللي حصل. المدافع بتاع الفريق مذهول بيسأل عسكري مين اللي رمى السيف ده، فبيقولوا ده صياد مجهول رمى السيف واختفى. المدافع بيتصدم من القوة المرعبة ديت، وبيفتكروا صياد من الرتبة العالية جدا. في الوقت ده جينو ماشي في حاله مقتنع ان الغولم كان ضعيف اصلا، علشان كده السيف اخترقه. بس هو ماشي في الضلمة، جوهي بتلمح ظهره من بعيد في الشارع، وبتبدأ تشك ان هو اللي انقذهم. جينو ما كانش عارف ان العضلات دي وراها ضريبة تقيلة، والسيستم لسه بيبدأ اللعب. الممرضات في المستشفى الملمومين وبيتهمسوا مبهورين بعضلات جينو اللي ظهرت فجأة وكبرت بعد تمرين النظام. الممرضة بتشوفه وهو بيتدرب ووشها بيجيب الوان من الكسوف، بتروح تبلغه ميعاد خروجه وتستغل الفرصة وتطلب رقمه. وطبعا اخونا جينو على نياته خالص، بيديها الرقم ومفكر ان دي اجراءات روتينية للمستشفى. في الوقت ده التلفزيون جايب لقاء مع بايك، واحد من السبع صيادين رتبة اس في كوريا، بيحكي انه بيتدرب دايما علشان يحافظ على مهاراته اللي اكتسبها ايام ما كان شغال رجل اطفاء. اخت جينو قاعدة بتتفرج وبتتأخر على مدرستها. جينو بيصحى من النوم منكوش، وجينا بتلاحظ ازاي طوله وعرضه اتغيروا وبقى فورمه، وهو بيودعها بيديها شمسيه كنوع من الحمايه، ورغم انها بترفض علشان الجو الشمس بيصر عليها تاخدها. جينو بيقعد يوزع نقاط مهارته بعد ما وصل لمستوى 18، وبيركز على القوه والرشاقه والادراك. وفجاه تليفونه بيرن، صاحب البيت بيطالبه بالايجار المتاخر. جينو بيرفض اي تاجيل، وبيقرر انه لازم ينزل غارات علشان يجيب فلوس بسرعه، بس في نفس الوقت هو لسه ورقيا رتبه ايه، ومش عايز يلفت الانظار لقوته الجديده، فبيدور على شغل هادي على قده ما يكشفش مستواه الحقيقي. بيروح موقع غارة عند حتة تحت الانشاء، وبيقابل قائد الفريق هوانج. الصيادين بيبداوا يضحكوا ويسفوا اول ما بيسمعوا اسم اضعف صياد، بس هوانج بيسكتهم وبيطمن جينو وبيقول له انت هنا بس علشان نكمل العدد ونقدر ندخل بوابة رتبة سي، احنا اللي هنحارب وانت خليك ورا. جينو بيلاحظ حاجة غريبة، الفريق ما فيهوش معالج، ورغم شكه بيمضي على العقد وبيدخل معاهم. هم داخلين بيتعرف على اصغر واحد في الفريق، جين هو، شاب عنده 21 سنة رتبة دي، بس لابس دروع غالية جدا بفلوس ابوه. الدنجن ضلمة ومفيش اي وحش في البداية، وده بيفكر جينو برعب المعبد. وفجأة حواس جينو بتلقط حركة، بيبص لفوق وبيحذرهم. اصحاب من وحوش النمل بتهجم عليهم من السقف. الفريق بيتعامل باحترافية، وجينو بيصمد بفضل دروعه الغالية، بس جينو لسه حاسس ان في حاجة غلط. في لقطة سريعة بنشوف الصياد بايك رتبة سي وهو بيتدرب وبيكسر الصخر بايده العارية لدرجة ان المبنى بيتهز. نرجع للدنجن، الفريق بيكمل ماشي لحد ما بيوصل لغرفة الزعيم. غرفة مليانة احجار مانا بتلمع بفلوس بالهبل، وفي النص عنكبوت عملاق نايم. هوانج عينه بتزغلل على الثروة دي، وجين هو بيفكروا ان جين هو كمان ليه نسبة من الارباح زي ما مكتوب في العقد. هوانج بيوافق بابتسامة خبيثة، وبيقول لهم خليكم هنا جنب العنكبوت لحد ما نطلع نجيب معدات الحفر ونرجع. بس اول ما بيطلعوا بوم، بيقفلوا المخرج بتفجيره ويحبسوا جين هو جوه مع الوحش. دول طلعوا عصابة من الصيادين الخاينين بيسموهم السحالي، بيضحوا بالصيادين الضعفاء قطعهم علشان الوحش ياكلهم وينام، وهم يسرقوا الغنايم براحتهم. العنكبوت العملاق بيصحى على صوت الانفجار، بس جين هو ما بيتهزش. بيبص لجين هو بيقول له بكل ثقة
حركة ودم بارد، ما تتحركش، انا اللي هفرم البتاع ده. هوانج دونسو وعصابة السحالي بيطلعوا بره الدنجن وسايبين جينو وجونهو جوه كتوع من العنكبوت العملاق، مخططين بكل برود يرجعوا من نفق فرعي بعد ما الوحش يتغدى بيهم ويسرقوا احجار المانا اللي بمليار ون. هوانج بيبحث عن معلومات والد جينهو الغني وبيخطط بمكر ازاي هيمثل دور الحزين المقهور في العزاء، وبيعترفوا البعض بكل بجاحة انهم اصلا ما يقدروش على العنكبوت لوحدهم وعلشان كده هربوا. جوه غرفة الزعيم جينهو مرعوب وبيقول لجينو يلا نهرب بأي طريقة، الوحش ده محتاج صياد رتبة بيه على الأقل عشان يقف قدامه. بس جينو ما بيرجعش خطوة لورا، بيبتسم ابتسام التحدي ويهجم على العنكبوت اللي طلع أقوى بمراحل من ثعبان كاسكا والجولم الحجري. جينو بيضرب بكل قوته بخنجر كاسكا بس حراشة العنكبوت صلبة جدا وما بتتخدش حتى، بيفضل يتفادى ضربات رجول العنكبوت المميتة بسرعة خارقة لدرجة ان جينو بيتصدم من اللي بيشوفه وما بيصدقش ان ده مجرد صياد من رتبة ايه. جينو بيبدأ يترعب من جينو نفسه وبيفتكروا من الصيادين المزيفين اللي بيخبوا رتبتهم العالية عشان يستمتعوا بقتل الناس في الدنجن، وبيفقد الامل ويقع على ركبه وهو بيفكر في ابوه مستني الموت. طاقة جينو بتخلص من كتر الجري والعنكبوت بيستعد علشان يديله الضربة القاضية، بس في اللحظة الحاسمة جينو بيستلم مكافأة الشفاء الكامل من مهامه اليومية، طاقته بترجع 100% في ثانية، بينط في الهواء ويغرز الخنجر في عين العنكبوت، تأثير السم والشلل بيمشي في جسم الوحش وبيخلص عليه وجينو بيعلى كام مستوى في لحظتها. جينو بيمسح دموعه وبيرسم ابتسامة صفرا ويقول لجينو يا زعيم ويديله ازازة مية، وفجأة عصابة السحالي بتظهر من نفق فوقهم وبيتصدموا انهم لسه عايشين. وناخد فاصل سريع بره الدنجن، بنشوف رئيس الجمعية جو وهو بيتدرب مع نائبه جون شول. جو بيصد ضربات جون شول بمنتهى السهولة وبيديله بوكس يطيره في الهواء وبيشكره على التدريب وبيأكد ان الاستمرار في التمرين هو اللي بيفرق بين الحياة والموت. نرجع تاني للرعب اللي في الدنجن، السحالي مقتنعين ان جون هو اللي قتل الوحش بفضل دروعه الغالية. هوانج بيدي جون هو عرض شيطاني، اقتل جون هو وانضم معانا وهنسيبك تعيش، بس جون هو بيرفض يخون صاحبه اللي لسه منقذ حياته. هوانج ما بيتفهمش وبيأمر رجالته يخلصوا على جون هو الاول، وهنا بتحصل الصدمة. النظام بيطلع رسالة حمراء لجون هو اقتل 6 اعداء والا هتموت. في لحظة تشتت الساحر كون بيضرب جون هو بتعويذة سحرية بتطيره وتلزقه في الحيطة. وفي مشهد تاني بره بنشوف الصيادة بارك هجين بتتغدى مع صحابها وبيحكوا لها عن تدريبهم مع الصيادة الخارقة تشاي هاي ان، وجيه بتجيب سيرة ان في فروق غارات نسبة الوفاة فيها مريبة جدا وما بيطلعش منها غير القادة بس. نرجع لجينو اللي مرمي تحت الانقاض، بيفهم ان العالم ده شغال بقانون البقاء للاقوى وان النظام بيجبره يقتل البشر علشان يفضل عايش، فبيقرر انه كمان هيستغل النظام لمصلحته، بيقف على حيله والصياد جون بيقرب بكل ثقة علشان يخلص عليه، بس في لمح البصر جون بيطير رقبة جو قبل حتى ما يكمل جملته. جون بيستوعب ان بقى قاتل بس مفيش اي مجال للتراجع، بيفرموا الاربعة الباقيين في ثواني ومبقاش غير القائد هوانج بيهجم بكل غل، بس جون بيتفادى بايد واحدة ويوقع على الارض. فرق المستويات بقى مرعب ومفيش مقارنة. هوانج المرعوب بيترجى يرحمه بس جون بيبص له بنظرة جليد وبيقول له انت حاولت تقتلني 3 مرات، وبيطير رقبته هو كمان. الدنجن بيبدأ يتقفل وجينو بيخرج مع جون هو بامان. بره الدنجن مندوب الجمعية واقف مصدوم ازاي صياد رتبة ايه ودي هما بس اللي عاشوا من المغارة دي، وبترجح ان السر كله في دروع جون هو. السما بتبدأ تمطر بغزارة وجون بيبص للسما ويبتسم وهو حاسس بارتياح كبير انه غصب على اخته تاخد الشمسية وهي رايحة المدرسة الصبح. هنا جون اتغير 180 درجة والطلب اللي جاله من السيستم ما كانش حد يتخيله. في مقر جمعية الصيادين مندوب بيدخل على النائب جون شول بتقرير غريب، بيقول له غارة الدنجن اللي فاتت مات فيها 6 صيادين ونجا 2 بس، واحد رتبة دي والتاني ايه. جون شول في الاول ما كانش مهتم بس اول ما سمع اسم سون جين وو انتبه فورا، ده نفس الولد اللي نجا من المعبد المزدوج. والمصيبة الاكبر ان واحد من الميتين هو هوانج دونسو اخو الصياد المرعب رتبة اس هوانج دونسو. جين وو بيرجع البيت ومعاه فراخ مقلية علشان يروق على اخته جينا وبيفرحها انه خلاص هيقدر يدفع ايجار البيت ومصاريف مستشفى والدتهم. جينا بتسأله عن الغارة، جينو بيسرح ثواني وبيفتكر ازاي قتل البشر بدم بارد وانه مستعد يعملها تاني لو اتعكست عليه، بس بيفوق من شروطه وبيطمنها بابتسامة خفيفة. جينو قاعد لوحده بيشرب بيرة وبيتمزج بس فجأة بيلاقي النظام بيعمل له ازالة سموم وبيفوق غصب عنه. بيكتشف انه عنده مهارة مخفية اسمها بركة كانديارو بتخليه مقاوم لأي سم، وبكده بيفهم ازاي
اطرافه المقطوعه زمان رجعت له. بالليل جينا بتصحيه وتقول له ان جين هو ابن الناس الاغنياء طالبه على التليفون. بيتقابلوا في كافيه وجين هو بيشكره تاني انه انقذ حياته وبيعرض عليه عرض خيالي. ابو الملياردير هيأسس نقابه وجين هو محتاج يشارك في 20 مغاره علشان يمسكها، وبيعرض على جين هو 30 مليار وان مقابل انه ينضم لفريقه كغطاء. بس جين هو بيرفض ببرود علشان مش عايز يربط نفسه بحد ويكشف سره. جين هو بيحاول يضغط عليه ويلمح انه ممكن يفضح السر ده لو رفض. فجأة جين هو بيديله نظرة موت بتجمد الدم في عروقه وبيمشي ويسيبه مرعوب. بنسافر امريكا في لقطة سريعة. الصياد المراقب رتبة اس هوانج دونسو بيعرف خبر موت اخوه. بيتعصب لدرجة انه بيفحص التليفون في ايده يخليه بودرة. بيسأل مساعده ايه العواقب لو قتل حد بره امريكا، فبتقول له انه هيترحل ويتعاقب. فبيأجل سفره لامريكا وانتقامه من جين وجون هو لحد ما التزامات نقامته تخلص. بس الحقد والغل مليان عينه. تاني يوم الصبح جين هو بيجري مع اخته في الحديقة وبيسف عليها علشان اكلت كل الفراخ امبارح. بيسألها لو معاكي 30 مليار هتعملي بيهم ايه؟ بتقول له هشيلهم للجامعة وعلاج امي. جين هو بيقتنع بكلامها. بيسرع خطوته ويخلص مهامه اليومية، بس بيقرر يكمل جري ويتحدى نفسه ويضاعف الارقام المكتوبة. وهنا النظام بيفاجئه بمهمة سرية علشان كسر الحد المسموح بيه. المكافأة كانت صندوق جواه مفتاح لدنجن رتبة اس اسمه قلعة الشيطان، والاهم من القلعة دي جواها مكونات اكسير الحياة اللي بيعالج اي مرض سحري. يعني هو ده الامل الوحيد علشان يشفي امه. جينو ما بيستناش، بيستخدم المفتاح فورا وبيدخل. بيلاقي نفسه في مدينة مدمرة والنار والعة في كل حتة، وفجأة بيظهر له وحش مرعب ب3 رؤوس، حارس الجحيم سيربروس. جينو بيستعمل كل مهارته بس الوحش حرفيا دبابه ومتأثرش. الوحش بيهجمه بحركة واحدة بيقطع دراع جينو. الوحش بيفعل مهارة الغضب اللي بتضاعف قوته وسرعته لمدة 3 دقايق. جينو بيستعمل مكافأة الشفاء الكامل وجرعة صحة علشان يرجع دراعه، وبياخد بف هجوم من غدة سم كاسكا، وطبعا السم ما بيأثرش فيه بسبب البركة اللي عنده. ال3 دقايق بتوع غضب الوحش بيخلصوا. جينو بيبدأ الهجوم المضاد رغم ان الوحش حشره بين فكوكه، وجينو كان بيلفظ انفاسه الاخيرة بس بيفضل يتعامل فيه بجنونه وبدون توقف لحد ما الكلب الجحيمي بيقع ميت. جينو بيترقى ومستواه بيعلى وجروحه كلها بتتعالج. بيستلم مفتاح القلعة الداخلي ووصفة الاكسير السحري، ويبص القلعة بكل اصرار ويوعدها انه هيرجع تاني علشان يجمع المكونات وينقذ امه. جينو واقف في المستشفى بيبص على والدته النايمة بسبب مرض النوم الابدي. بيعهد نفسه انه لازم يبقى اقوى علشان يقدر يدخل قلعة الشيطان ويجيب مكونات اكسير الحياة اللي هيعالجها وترجع له تاني. تاني يوم في الكافيه جينو بيوافق اخيرا على عرض جون هو بخصوص ال20 غارة، بس بيحط شرط واحد: هندخل البوابة احنا الاتنين بس، وعلشان يكملوا الحد الادنى لعدد الصيادين هيأجروا ناس تسد خانة وتستنى بره بالظبط زي ما كان الخاين دوانج سو كان بيعمل. جين هو بيطير من الفرحة لان لو قدر يخلص الغارات دي من غير اي اصابات او وفيات ابوه هينبهر بيه. في نفس الوقت الصيادة الخارقة تشاي هي ان بتخلص تدريب الجري بتاعها وتلاقي راجل بيرهبها. بيطلع مندوب من شركة يوجين للانشاءات وبيعرض عليها تبقى قائدة نقابة يوجين الجديدة اللي الشركة بتأسسها. وعلى الناحية التانية جين هو راكب العربية مع ابو الملياردير. الاب بيتكلم عن ازاي النقابات ال5 الكبيرة بقت هي اللي ماشية البلد ولازم يعملوا نقابة لنفسهم علشان يفضلوا في المنافسة. بس الصدمة جين هو ان ابوه بيخطط يخلي اخوه الكبير هو نائب القائد تحت قيادة صياد رتبة اس، وجين هو بره الحسبة خالص. جين هو بيحس انه مهمش وملوش لازمة، الضغط النفسي بيزيد عليه. نرجع لجين هو اللي بيخلص مهامه اليومية وبيحاول يكسر الليمت تاني علشان يجي المفتاح لقلعة الشياطين، بس النظام بيستعبط المرة دي. بيديله كارت بينجو ملوش اي 30 لازمة. مستواه وصل لل26 وماشي في الشارع بيفكر يصطدم 44 العملاقة اللي في منطقة العقاب علشان يجمع خبرة، بس بيكسر. فجأة بتجيله رسالة طوارئ من الجمعية الغارة رتبة دي وبيقول لنفسه احسن من مفيش ويقرر يروح. رسالة الطوارئ ديت بتلف على ناس تانية نعرفهم كويس. عمنا سونج في صالة التدريب بتاعته رغم ان تلميذه بينصحه يعتزل علشان كبر وايده مقطوعة. سونج مصمم يستخدم اللي باقي من صحته وقوته علشان يخدم المجتمع. وفي بيت تاني كيم سانج بيلاعب بنته الصغيرة ومراته بتترجى يبطل شغلانة الصياد ديت بعد رعب المعبد المزدوج، بس كيم بيقول لها مفيش فلوس والبنات داخلين مدارس. بنته بتسأله انت قوي يا بابا؟ بيرد عليها بابتسامة اكيد طبعا، وبيقنع مراته ويقرر ينزل الغارة في مقر نقابة الصيادين. بقى قائد نقابة النمر الابيض قاعد متضايق مع جو قائد نقابة الصيادين علشان مقابلة تلفزيونية
هدايا سخيفة لبسها له. بيجيبوا له سيرة نقابة يوجين الجديدة اللي هتاكل الجو، بس بايك خلقه ضيق وبيجيب من الاخر ويسأل تشوي هو احنا متجمعين هنا ليه بجد؟ المعالجة جونهي بتتخانق مع امها في التليفون اللي بتجبرها تسيب الشغلانة. جوهي بتتعصب وتقفل السكة وهي حاسة بضعف وتوها، بس بتفتكر اصرار جون وقوته ومحاولاته انه يبقى احسن، فبتاخد قرارها. ولما بتجيلها رسالة الغارة بتقرر تنزل وتواجه مخاوفها. شاي ان بتوصل لمكتب تشوي وبتقابله بعد ما بايك مشى على طول وبيسلموا على بعض. بتبلغوا انها رفضت عرض نقابة يوجين، وده بيريح تشوي جدا وبيشكره. هي بتسأله بفضول عن سبب زيارة بايك ليه. بايك قاعد بيشرب لوحده بالليل وبيفتكر السبب الحقيقي لمقابلته مع تشوي. تشوي عايز يجمع النقابات كلها مع بعض علشان يستعيدوا جزيرة جيجو، المكان المرعب اللي مات فيه صيادين بالهبل. وتشوي كان مصمم انهم لازم يبقوا اقوى ويكسبوا الرأي العام علشان الحملة دي. بايك بيسرح ويفتكر صاحبه اللي مات في الجزيرة دي. الصبح بيطلع جينو بيودع اخته جينا ونزل الغارة. جينا بتستغرب انه نازل من غير اي معدات او دروع وما عادش بيرجع متصاب زي زمان، بس بيطمنها وبيمشي بكل ثقة. في الطريق للغارة سونج بيمشي وبيفتكر حظه الغريب وانه مبارز طول عمره بس صح كساحر، وفجأة عينه بتيجي على جينو. بيتصدم من التغيير الجذري في شكله وملامحه، والاهم رجله المقطوعة رجعت سليمة تماما. بيوصلوا قدام البوابة وبيكتشفوا الصدمة. الفريق ده هو نفس الناجين الخمسة من مجزرة المعبد المزدوج: جينو، سونج، كيم، جوهي وكانج. كيم وكانج باصين في الارض من الكسوف والذنب علشان سابوا جون هو وراهم وهربوا، بينما جون هي فرحتها مش سايعاها انها شافته تاني عايش وبخير. بس اللحظة الدرامية دي بتتقطع بوصول باقي الفريق اللي هم عبارة عن 3 مساجين رتبة سيمة كلبشين. الجمعية جايباهم ضمن برنامج الصياد البديل علشان يسدوا عجز الصيادين مقابل تخفيف عقوبتهم، ومسلط عليهم صياد رتبة بي من الجمعية اسمه كانج تشاي عشان يراقبهم وما يخلوهمش يتنفسوا. الغارة دي ريحتها مش مطمنة ومشاكلها بدأت قبل ما يدخلوا حتى. اللعبة وسعت منه خالص والسر اللي كان مخبيه بدأ يتكشف لأكتر حد خطر. جوه أعماق كهف الدنجن جنو بيتلم شمله مع فريق غارة المعبد المزدوج: عمنا سونج، جوهي، جيو وكيم. كيم عينه مكسورة وحاسس بالذنب علشان ساب جينو يواجه الموت لوحده قبل كده، بس الكبرياء منه يعتذر. على الناحية التانية المساجين شغالين ذبح ورمي جثث في الجوبلين ومزاجهم رايق، وكل ده تحت مراقبة عين مفتش الجمعية. عمنا سونج بيبص لجينو ويلاحظ ان حالته اتغيرت تماما وبقى اقوى وماسك خنجر جديد، بس جينو بيستعبط ويقول له دي شوية تمارين ضغط وبطن في البيت. طيب يستعجلهم وبيوصلوا لمفترق طرق من 3 مسارات. جينو بحواسه العالية بيعرف مكان الزعامة وبياخد طريق الشمال مع سونج وجوهي، والمساجين مع طيب بياخدوا اليمين، وكيم وجيو بياخدوا النص. كيم وجيو ماشيين يفرموا في الجوبلين، وكيم بيقرر اخيرا انه لازم يعتذر لجينو بعد الغارة ديت علشان ضميره يرتاح من الحمل ده. في نفس الوقت في الطريق اليمين طيب بيبص للمساجين ببرود ويسألهم: تعرفوا تقتلوا البشر بنفس السهولة دي؟ بيردوا بتبجح ان كله زي بعضه. وهنا بناخد فلاش باك سريع: اب مقهور بنته انتحرت بسبب المساجين دول، دفع لتاي شيك 3 مليارات ون علشان يخلص عليهم جوه الدنجن لان القانون الفاسد هيخفف عقوبتهم. طيب بيبدأ التنفيذ فورا وبيقتل المساجين بدم بارد علشان يرمي التهمة على وحوش الجوبلين، بس المصيبة كيم وجو شافوه. طيب بيبص لهم بابتسامة مرعبة بيقول لهم: شكلي هضطر اعدل الخطة شوية. جينو في طريقه بيسمع صوت صرخة بترج الدنجن كله، بيجري بأقصى سرعة وهو وسونج وجوهي، بس بيوصلوا متأخر. جيو جثته متقطعة وكيم بيلفظ أنفاسه الأخيرة ومتشرح. جينو بيبص لكيم وهو منهار وبيقول له: عيش علشان أفضل ألومك على اللي عملته، بس كيم بيعتذر له من قلبه على خذلانه ليه وهو بيموت من العدم. طيب بيهجم على جوهي من الضلمة علشان يخلص عليها، بس جينو بيمسك ايده في الهوا. طيب بيبجح ويقول لهم انه هيلبسهم تهمة قتل المساجين، بس عمنا سونج بيتدخل، بياخد سيف كيم وبيقرر يواجه طيب بنفسه. سونج بيقاتل ببراعة وسيفه شغال حلاوة وطيب نفسه مبهور بيه، بس فرق السرعة والشباب بيكسب. طيب بيجرحه وجوهي بيتعالجوا فورا وده بيخليها الهدف رقم 1. طيب يلف علشان يخلص عليها، بس سونج بيعمل فخ وبيضربه بسحر نار. طيب يتفاداها بسهولة وبيرفع خنجره علشان ينهي حياة سونج، بس فجأة جون وو بيصد الضربة. طيب يتصدم. سرعة رد الفعل دي مستحيل تكون لواحد رتبة ايه، دي سرعة سفاحين. وبيتأكد ان جينو جاله استيقاظ مزدوج ومخبي مهارته عن الكل. جينو بيسأل طاي ليه بيقتلهم ويعذبهم، بيرد بكل سذية علشان قتل البشر ممتع اكتر بكتير من الوحوش. هنا النظام بيدي جينو مهمة طوارئ للقتل زي اللي جات له ايام سحالة دنجن. المعركة بتبدأ
فيها، بس طيب يختفي. فعل مهارة التخفي المرعبة وبيقطع كحل جنو ويوقعه. طيب فكر انه كسب، بس جنو بيصدم كله بيفعل مهارة الشفاء الكامل وجروحه بتلم في ثانية. طيب بيترعب ازاي مقاتل وبيشفي نفسه. جنو ما بيضيعش وقت، بيفعل مهارة نية القتل، بيعمل طاي للثانية وبيخرم قلبه بالخنجر. طيب يموت وبيسيب لجنو حاجة مهارة التخفي هدية. المحقق جين شول بيوصل الدنجن وبيشوف الجثث ومصدوم في تابعه طاي، بيسأل مين اللي قدر يقتله. جينو كان هيسلم نمر ويعترف، بس عمنا سونج بيتدخل بذكائه وبيشيل الليلة وبيقول انه قتله بمساعدة سحر علاج جون هي علشان يحمي سر جينو. والمحقق بيقتنع فعلا بفضل رتبتهم. الأزمة بتعدي وجينو بيخلص على زعيم الدنجن، والأب الحارات طيب يسلم نفسه للشرطة. وبنشوف مشهد هادي في الحديقة، جوهي قاعدة مع جينو بتطلع حجر سحر من شنطتها وتبصله بابتسامة وتسأله انت فاكر ده؟ بعد الغارة جينو بيتمشى مع جوهي في الحديقة للذكرى. جوهي بتعترف له ان قلبها الضعيف ده مش بتاع شغلانة الصيادين دي، وانها قررت تعتزل وترجع لبلدها. تديله حجر مهارة رتبة اللي كانت اخدة منه قبل كده، وتقول له انها عمرها ما باعته، وبتودعه بابتسامة وتتمنى تشوفه تاني. جينو بيبقى لوحده وبيفتكر تحذير المحقق جين جول لما قال له ان صياد رتبة اس هوانج دونسو هيموت وينتقم لاخوه. دونسو ده هو اللي مات في الدنجن من فريق السحالي، فاكرينه؟ المحقق نصحه يسافر بره البلد لان القانون ملوش كلمة على صيادين رتبة اس، بس الكلام ده بيخلي جينو يبرمج دماغه على حاجة واحدة، لازم يبقى اقوى بسرعة. جون هو بيجمعوا فريق غرع عجيب علشان يدخلوا بوابة رتبة سي، مجمعين 6 صيادين كلهم مضروبين بالنار، اللي مصاب واللي مدمن واللي ما عندوش خبرة. المهم يكملوا عدد 8 وخلاص. من ضمنهم بنت صغيرة اسمها هان هربانة من المدرسة وبتطلع صاحبة جينا اخت جينو، بس هو ما يعرفش لسه. جينو بيقول لها يا طفلة فبتتعصب عليه، بس هو بيديلها على دماغها وبيفكرها انها لسه رتبة ايه وما عندهاش اي خبرة. جينو بيصدم الفريق ويقول لهم انا وجوهو بس اللي هندخل. الناس بره مستغربين بس مرضيين علشان هياخدوا 3 مليون ون. هم قاعدين حاطين رجل على رجل. جينو بيفعل مهارة التخفي وبيدخل هو وجينهو الدنجن، بس بعد ما بيكبر جينهو يقلع الدراع الرتبة العالية المضحك اللي كان لابسه وساب له الخوذة بس يستر بيها نفسه. الفريق اللي بره متخيلين ان هم هربوا، بس بيتصدموا لما بيلاقوهم مخلصين الدنجن في ساعة واحدة بس بدل ساعتين. وبيسخنوا بيقرروا يخشوا 3 دنجنات في اليوم. جوه الدنجن جينهو شغال فارم في الوحوش والزعماء، وجينهو شغال عامل منجم يلم في كريستال المانا. جينهو بيوصل للمستوى 40 ومهارته بتاعته وبياخد مهارات جديدة زي الضربة القاضية، وفجأة يجيله اشعار من نظام انه بقى مؤهل لمهمة تغيير التخصص. في مقر نقابة النمر الابيض المدير اهانهم مساعده بيلاحظوا ان جينهو صرف 150 مليون ون على بوابات رتبة سي. اهم بيفتكر اسم جينهو من حادثة الدنجن المتنيلة اللي نجا منها، وبيشك ان جينهو حصل له ايقاظ مزدوج. بيروح يراقب البوابة وبيلاقوا فريق جينهو قاعدين بره كأنهم في رحلة على النيل. هان بيفهم ان جينهو شغال لوحده وبيستخبى يسمعهم وهم طالعين، وبيسمع جينهو وهو بيطلب اجازة يوم واحد طبعا علشان مهمة تغيير التخصص. بنقطع المشهد لثانية على تشو اللي بيصحى مفزوع من كابوس مرعب عن جزيرة جيجو والنمل العملاقة اللي بتفرم في الصيادين. بيقوم هو مقتنع ان وقت التحرك قرب. نرجع لجينو بعد ما بيخلص اليوم. هانهم ساعده بيقابلوه ويعزموه على قهوة علشان يعرضوا عليه ينضم لنقابتهم، وبيعرضوا عليه ضعف فلوس شركة يوجين. جينو بيبص لهم ببرود وبيقول لهم ان عقده مع جينو ب3 مليار ون. هان بيتصدم، وهنا جينو بيقلب وشه يحذره من التجسس عليه، وفجأة بيختفي بمهارة التخفي وبيجرح خد هان بيترعب وبيحلف له انه كان بيراقب البوابات مش هو. فجينو بيظهر تاني وبكل برود بيبيع له 3 بوابات ب 600 مليون ون، وبيديله جرعة علاج تشفي جرحه ويمشي. هان بيبقى مبهور جدا بيه. تاني يوم نقابة النمر الابيض بيكتشفوا انهم اتنصب عليهم ومتبلسمين، والبوابات دي كانت بتتباع ارخص ب 70 مليون في السوق. جينو بيبعت لهم رسالة معناها واحدة بواحدة علشان التجسس، وهان بيفرح انه بقى معاه رقم جينو اخيرا. وبنشوف جينو وهو راكب عربية نقلة حمراء وماشي على الطريق السريع وهو متحمس جدا علشان يبدأ مهمة تغيير التخصص. لو فاكر ان اللي فات ده كان صعب، المهمة الجاية دي حرفيا كانت هي النهاية. جينو بيروح غابة مقطوعة وقت الغروب علشان يفتح بوابة مهمة تغيير التخصص. بيلاقي قدامه بوابة بنفسجية بتطلع برق شكلها يخض، وهو بيدخل بيفتكر ان ناس هيعمل المهمة اليومية، بس بيكبر دماغه ويقول هعملها بعدين، وما كانش يعرف الكلام
الكارثة اللي مستنياه جوه. اول ما بيدخل بيستلموا النظام بشوية شروط تسد النفس. ممنوع استخدام جرعات العلاج، ممنوع محط الشفاء الكامل، ممنوع المتجر، ومش هتقدر تخرج غير لما تخلص المهمة. فجأة بيسمع صوت خبط حديد بيقرب، يسحب خنجر كاسكا وبيلاقي وحش عبارة عن فارس مدرع من ساسه لراسه هجم عليه. بينقطع المشهد لثانية على عشاء عائلي فخم ومسلسل على عائلة يوجين. جين هو قاعد مرعوب قدام ابوه رئيس الشركة واخوه الكبير جين. اخوه بيتكلم عن محاولات الفشل لضم صيادة رتبة اس لنقابتهم، وبيحذر جين هو انه ما يعصلكش خطته في بناء النقابة. جين هو ساكت وما بيبلعش ريقه، بس من جوه مطمن وعنده كارت كسبان واحد وهو عمه جين هو. نرجع للدنجن. جين هو بيضرب الفارس بالخنجر، بس السلاح ما بيعملش خدش في الدرع. بيشغل دماغه ويفتكر ايام ما كان بيضرب بايده، وبقوة عضلاته بيشق الفارس المدرع نصين. الفارس بيقع وجين هو مستواه بيزيد، بس الفرحة ما تكملش. موجات ورا موجات من الفرسان والصحراء والقطرة بتظهر. جين هو شغال فرم فيهم، بس طاقته بتبدأ تخلص، وبيدرك انه محتاج يزود نقط الذكاء علشان يقدر يواجه السحرة دول. في نفس الوقت شوي مع تشاي ان بيركبوا هليكوبتر في مهمة استطلاع لجزيرة جيجو المرعبة، ورئيس الجمعية جو بيشيد بتشوي انه مخلى قضية الجزيرة عايشة في عيون الناس. نرجع للدنجن. جين هو بيخلص على اخر عدو وبيلبس دروع جديدة مخفية وبيزق باب ضخم بيدخل لغرفة العرش، وهنا بيشوفوا القائد الفارس إجريس الدموي، دروع احمر بلون الدم وهالته لوحدها ترعب اي حد، لدرجة اني شخصيا جسمي اشعر من مجرد تخيل المشهد. إجريس بيهجم بسرعة البرق وبيدمر العواميد بضربة سيف. جينو بيحاول يصد بس خنجره حرفيا ملوش لازمة. إجريس لما بيلاقي جينو شال سلاحه بيرمي هو كمان اسلحته علشان تبقى راجل لراجل، بس إجريس بيمسح بكرامة جينو البلاط، بيشلط له وبيحدفه في كل حتة في الأوضة. جينو بيحاول يرد بضربة في رقبته، فإجريس بيتعصب أكتر وبيشوطه. جينو بيلزق في كرسي العرش. جينو بينهج ومش قادر يتنفس، وإجريس بيستدعي سيفه علشان يخلص عليه بضربة نهائية، بس في اللحظة دي جينو بيمسك نصل السيف بإيده وبيستدعي خنجره في لمح البصر وبيغرسه في عين إجريس، وبعدين بيغرسه بكل قوته في رقبته. إجريس بيقع والنظام بيعلن انتصار جينو. انتصار بطلوع الروح وحرفيا ضربة حظ. جينو بيلم الغنايم، خوذة رتبة سي وحجر مهارة وحجر انتقال علشان يهرب بيه من الكابوس ده، بس بيقرأ رسالة النظام وبيتصدم. المهمة لسه ما خلصتش، المطلوب منه يصمد قدام موجات تانية من الأعداء علشان يجمع نقاط لتخصصه. جينو خلاص بيجيب آخره، وقبل ما يستخدم حجر الانتقال علشان يهرب فارس بيضربه بمطرقة وبيطير الحجر من ايده. الفرسان بيحاوطوه من كل حتة والنهاية بتقرب. جينو بيطير في الهواء وبيلبس في العمود، بس المرة دي جاب آخره حرفيا، طاقته خلصت مفيش مانع وما عندوش حجر انتقال يهرب بيه. بيعافر وبيدخل يضرب الفرسان بإيده العادية من كتر اليأس ومن كتر التعب والضغط. بيبدأ يشوف هلاوس، بيشوف زمايله القدام بيسفوا عليه، وبيشوف سونج وجو هي بيقولوا له ريح نفسك واستسلم، وفجأة بيسمع صوت مرعب من وراه بيقول له انت بتاخد اللي تستحقه. بيبص بيلاقي نفسه القديمة اضعف صياد في البشرية، بيحبطه وبيقول له كفاية كده وسلم نمر. في نفس الوقت ده في مقر الجمعية الرئيس جو وجون شول بيقلبوا في المواجع بيفتكروا ضحايا الغارة التالتة لجزيرة جيجو. جو بيقول ان اللي عاش لسه شايل الصدمة جواه ولازم الصيادين يتجاوزوا رعبهم ده والا النهاية هتكون وحشية. نرجع لجينو اللي لسه نفسه القديمة بتصدقه في الكلام وبتقول له انت مجرد صياد رتبة ايه وهتفضل كده. جينو بيزعق ويقول له اخرس، بس فارس بيلطشه وبيمسح بوشه الارض. هو بيفقد الوعي، بيفتكر اللي حصل في المعبد المزدوج وازاي النظام انقذه. نفسه القديمة بتقول له شكلهم مش عايزينك تموت دلوقتي، وفجأة علشان هو نسى يعمل المهمة اليومية النظام ينقله لمنطقة العقاب. بيلاقي نفسه في صحراء واسعة وشمس بتحرق. جينو بياخد نفسه وبيفتح المتجر يشتري جرعات مانا علشان يفوق. فجأة الارض بتتشق وبيطلع له 6 حشرات ام 44 عمالقة. جينو بيقوم لهم وهو متجدد الطاقة وبيقرر ان اي وجع ما بيموتش اكيد بيقوي، وبيبدأ يفرم في الحشرات دي وهو بيصرخ بأعلى صوته. بنقطع المشهد على بيت جينو. اخته جينا بتصحى من النوم مخضوضة من كابوس، بتلاقي العشاء اللي حضرته له زي ما هو، وبتقعد تفكر يا ترى هو متأخر في الشغل ولا يمكن بيحب، وبتضحك وتدخل تنام وهي بتدعي انه يرجع علشان يحضر معاه اجتماع اولياء الامور. نرجع للصحراء. جينو خلص على الحشرات، مستواه زاد وصحته رجعت فل. بيشتري خنجر جديد من المتجر اسمه قاتل الفرسان، وبياخد مهارة يد الحاكم اللي كسبها من إجريس، ودلوقتي هو جاهز للعودة. في الجو شو فريقه
بيقربوا من جزيرة جيجو. الطيار بيتصدم لما بيكتشف ان في طاقة مانا طالعة من المية تحتهم. منطقة العقاب بتخلص وجينو بيرجع لغرفة العرش تاني، بس المرة دي الفرسان زادوا عشرات الأضعاف. بيبدأ يفرم فيهم بس بيلاحظ ان المستوى ما بيزيدش، وهنا بيشغل الجمجمة. بيفهم ان الفرسان دول مجرد استدعاء، وان المشكلة الحقيقية في الصحراء. بمهارة رمي الخنجر بيطير رقبة ساحر، فالفرسان بتوعه بيقع على الأرض. بيخلص على السحرة التلاتة، فبيطلعوا له وحش جولم عملاق، بس جينو بيدمره في ثواني. هنا النظام بيبعت له إشعار انه صمد 4 ساعات ونص، ومهمة تغيير التخصص خلصت. وبناء على لعبة السولو النظام بيختار له تخصص مستحضر الأرواح. جينو بيتصدم، بس النظام بيحذره ان دي فئة مخفية. جينو بيفكر يقول لنفسه انه كده مش هيبقى سولو تاني، فبيوافق. وعلشان هو قعد وقت طويل وخلص على الكل، النظام بيرقيه فورا ويديله لقب ملك الظلال. اشعارات ورا اشعارات بتنزل كالمطر. النظام بيطلب منه يقول كلمة السر علشان يستخرج الأرواح. جينو بيقول الكلمة العظيمة انهض. 30 جندي ظل بيقوموا من الموت ويبقوا تحت أمره. جينو بيبص على جثة إجريس، بيقرر يضمه لجيشه. بيحاول مرة تفشل، التانية تفشل، فاضل محاولة واحدة بس. جينو بيكلمه من قلبه ويقول له بدل ما تحرس عرش فاضي تعال حارب معايا. وفجأة إجريس بينهض. في الجمعية جون بيبص لشروق الشمس وبيقول له انه بيحلم بصياد جديد يصحى ويكون نور للبشرية. في اللحظة دي جون بيسمي الفارس إجريس، وجيش الظلال كله بيرقع قدام الملك الجديد. وانا بقول لك اللحظة دي حقيقة اشعر البدن. وهنا بقى حصلت اللحظة اللي قلبت موازين القوى في العالم كله. كمل وشوف. بنقفل المشهد في جزيرة جيجو. الطيارة بتهبط وتشوي بينزل وبيشق من الصدمة. النمل العملاق اللي حاربهم من 3 سنين اتطوروا بقى لهم أجنحة. لو الملحمة دي خطفتك وعايز السينما بتاعتنا تفضل شغالة، اخبط اللايك المسموم علشان نكسر خوارزميات اليوتيوب، وانزل في الكومنتات قول لي مين البطل اللي يستاهل يدخل مفرمة الانمي المرة الجاية. اشترك في القناة وانضم لجيش كينج الانمي علشان الفيلم الجاي ليفل وحش محدش هيعرف يصده. كان معاكم كينج الانمي، سلام.